اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم في فيديو جديد عن عالم الطيور. بس طبعا قبل ما نبدا الحلقه مع بعض انا حابب اشكر كل الناس المحترمه اللي دعمتنا بالاشتراك في القناه وعملت لنا لايك وعملت لنا شير. وفضلا لو حضرتك او حضرتك اول مره بتشاهدوا الفيديوهات عندنا على القناه تدعمونا بالاشتراك وعمل لايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد باذن الله. طبعا النهارده هنشوف مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده اليمام المطوق او يمام الجبلي. طبعا في ناس بتسميه اليمام القمري، في فيديوهات احنا كنا عملناها قبل كده. النهارده هنوري حضراتكم كده بعد وضع البيض زي ما حضراتكم شايفين كده. باضوا بعد فترة البلوغ بيبيض. طبعا البيض بيفقس امتى؟ البيض على حسب، طبعا لو كان الجو شتاء او صيف بيختلف الوقت اللي هو بياخده الطائر على حسب الدفء اللي متوفر في المكان. يعني كان في الشتاء بيبقى اطول يوم او يومين، ان كان في الصيف بيبقى في مواعيده. طبعا اليمام ده مخلوق مرهف جدا، يعني حساس شوية. لو حد قام اتحرك جنبه مجرد ما بيتحرك بيجزع. فطبعا يفضل في الفترة اللي فيها البيض محدش يروح عنده خالص، لانه ممكن يجزع ويكسر البيض. هو احنا كده عشان نصوره مقربين بالزوم، لكن ما اقدرش اقرب منه قوي، لانه لو قربت قوي ممكن هو وبيقوم من على البيض يجزع ويكسر البيض. فدي ملحوظة برضو الناس تاخد بالها منها. لو حابة تشوف هو باض ولا لا هتتلاقى طبعا راقد دايما في الطاجن او في المكان اللي انت مخصصه له ان هو يبيض فيه. فطبعا لو حابب تبص عليه من بعيد ممكن تراقبه من بعيد وتشوفه، تستناه لما تحط له اكل كده. اول ما يتحط الاكل لو هو جعان هيقوم ياكل، والذكر يروح يرقد على البيض مثلا او الانثى والعكس. فانت ممكن تبص ان كان باض ولا لا. طبعا لو هو الحمام باض خلاص حاول ما تروحلوش، تتجنبه في الفترة دي، لانه ممكن اول ما تروح له ممكن يجزع من على البيض يكسر البيض. فدي يعني نقطة مهمة تخلي بالك منها. وبرضو انت وبتحط الاكل حاول تحطه له بالليل في وقت الضلمة، بحيث ان هو ما يبقاش واخد باله منك قوي ويخاف وممكن يقوم يكسر البيض. يعني هي دي اساسيات احنا بنقولها بحيث انه الناس تتفادى ان هي تخسر البيض اللي تحت اليمام نفسه.